انا اللي جداتي كانت شوافه وكتسحر العيالات، ونهار طرطق ليها فكرون معمره بالعشوب، ترش ليها على عينيها ولات عمياء. مرضت وعيات ولات تاكل من الفضلات ديالها حاشاكم، وكتبقى عريانه وكتغوت. واحد الصوت كيخلع الجيران. انا دنيا عمري 31 عام، من نهار عقلت على جدتي وهي كتضرب الكارطه للعيالات. كانت دارنا سفليه وكان الكراج. كانت امي شاده الكراج ومرجعاه بيت وكوزينه. كانت عايشه فيه حيت بابا ما كانش قابل على هاد الخدمه، وكان ديما ينصحها ترجع لطريق الله، ولكن هي كتقول ليه انا غير كنعاون العيالات المحقورات على رجالهم. امي كانت حنينه علينا، واخا بابا كان مانعنا ناخدو فلوسها كانت تعطينا بالتخبيه. بابا كبر بعقده سميت ولد الشوافه. جدي مات وخلاهم صغار، هو وعمتي رباتهم جده وضربت عليهم التماره، باعت البيض والدجاج ولكن ما سلكهاش ورجعتها شوافه، حيت كانوا كيجيو عندها الفقهاء ياخذوا الدجاج والبيض وعلموها الحرفه. وبابا قرا ودخلت ليه امي خدمه في الشركه، ورغم ذلك بقى تابعو لقب ولد الشوافه. وانا صغيره كنت نشوف امي عندها جميع انواع الحيوانات في قفز: الفكرون، المشاش، جلد الفاع، الحرباء، بوبريس، كانت كتخدم بيهم، والشمع جميع الالوان والاشكال، وبنات دروج ودورة السطح فوق السفلي باش تبقى تشعل الفاخر والشمع. وانا كنت كنقرا في السادس وكتدور معايا باش نطلع نشوف ليها. كان بابا كيتقدى ليها كل شهر وكيعطيها من باب الكراج وكيقول ليها بارك عليك امي امتي من هذا التخربيق، سيري للحج وغسلي عظامك وتوبي راني خايفه عليك. على عكس عمتي اللي كانت كتدافع عليها وكتقول ليها راه كدير الخير للناس، حيت كانت كتعطيها الفلوس. تقريبا كانوا اغلبيه رجال الدرب مسيطرين عليهم عيالاتهم، وهذا الشيء كله بفضل امي، الا واحد الراجل السي احمد اللي وكلاتو مرتو العشوب وما دارتش داك الشيء مضبوط. كي قالت ليها امي، وبحال تسطى ولا كيخرج للزنقه ويغوت ومره يهرب. امي كانت صحيحه وكل شيء خاف منها، وشحال من مره كيتجمعوا سكان جداد وكيديروا عارضه ويسنيو باش تخرج من الحي بسبب الريحه ديال الدخان والشمع، ولكن امي ما يقدوش عليها، كانت دير شهاده ودفعها بانهم هجموا عليها وعيالات الدرب كيشهدوا معاها، وديما رابحه. دارت امي الفلوس، شرات الدار والذهب، وعمتي حتى هي ومازال على حالتها. دازت الايام وانا قريت وتوظفت ووليت نجي نهضر مع امي تتوب لله ونمشيو للعمره، ولكن كان الاجل واحد النهار مشى على الفاخر وحاطه وسطو فكرون معمراه بالعشوب، ومن اللي طرطق الفكرون ترش ليها الماء فيه على عينيها ولات عمية ما كتشوف والو. جربيها بابا في السبيطارات والو، من ديك الوقيته وهي تمرض وحالتها ولات حاله. ولات ميمتي تبات تغوت، شرينا ليها السيرو ديال النعاس غير ما زاد جهلها، ولات تنعس في الصباح والليل تبات تغوت. واحد الصوت كدير كيخلع. بابا كان ديما يصلي ويبكي ويطلب الله يغفر ليها. ولات تقطع حوايجها واخا يكونوا جداد، تبقى ترشي فيهم بيديها وتجرب سنانها حتى كيتقطعوا. جبنا ليها بونجا فرتتها تتقبي صبعها وتكمل بسنانها، وصلت اعزكم الله كتاكل الفضلات ديالها وطليها للحما، حتى واحد ما بقى قاد يدخل عندها من غير بابا. كيدخل يدير الكمامه حيت الريحه ما تقدوش تشموها، ويدخلها يدوش ليها، وفي العشيه كيعاود يلقاها نفس الحاله. بابا مرض في صحته بالريحه وكتبقى فيه امي، ولكن ما كاينش اللي غيقابلها. كيتجلس قدامه بحال الدريه الصغيره حيت هي ضعافت بزاف، ويبقى يقرا عليها القران حتى كتنعس. بقات عام على ديك الحاله حتى دخل واحد النهار في الصباح لقاها ماتت. دخل غسل ليها وهو كيبكي قبل ما يغسلوها. ديال امي عمتي شافت الحاله ديال امها وجات كطلب في الورث. المهم بابا نصحها وما سمعاتش ليه، اصلا هي كانت كتجي عندها مره بابا اللي تكلف بيها. المهم عطاها داكشي اللي جاه في حقها والشي الاخر
كله صدقوا على المساكين والجمعيات. كيدير كسكسو للجامع صدقه على امي. مشيت انا وبابا درنا العمره على امي وبابا كيبكي حتى وهو كيتفكر الحاله ديال الوالده ديالو. جا عنده فقيه سعودي وبقى هضر معاه وقال ليه داك العذاب اللي دوزت في الدنيا يقدر ربي يخفف عليها في الاخره، حيت ربي كبير وغفور ورحيم بالعباد. انا حطيت القصه للعبره، لان الطريق الشعوذه والسحور خايبين بزاف. ودعيو مع بابا يتشافى ويتعافى، حيت ديك الرائحه اثرت عليه. عافاكم السيده ميته وحفيدتها معانا كتقرا بالتعاليق ديالكم. كونوا راقيين في التعاليق وديروا دعاء والفاتحه عليها، حيت ما عرفناش العاقبه ديالنا كيف تكون، واكيد